اي بنت بتحب اللي بيتعبها كده، يخليها مجنونه كده مثلا. ولو راجل مثلا بيرد على البنت بسرعه على الواتساب، انت بتقل في نظرك. في مؤخرا ظهر شويه حاجات زي الريد بيل بلاك بيل، حاجات بتبدا تقول لك ازاي البنت بتفكر، ازاي توقع البنت بدبابيبك. في اوائل الالفينات اخر التسعينات اعتقد كان في فن اسمه فن الاغواء. تعالى انت ما عندكش اي مواصفات، بس انا هعلمك ازاي تعمل اغواء لاي بنت. فالمهم ان المداخل ديت مداخل مشهوره قوي، بتزعم ان هي بتعرفك ازاي انك انت تقدر تجذب البنت، وازاي تقدر تفهم دماغ البنت، وبتتعامل مع الموضوع بطريقه عامه، اللي هو اي بنت بتحب اللي بيتعبها كده، يخليها مجنونه كده مثلا. ولو راجل مثلا بيرد على البنت بسرعه على الواتساب، انت بتقل في نظرك. انا مش بقول انا مختلف مع ده خالص على فكره، ولا بقول انا متفق معاه. هل النوعيه دي من الخطاب بالنسبه لكم، هل هو خطاب منطقي انك تخاطب كل الرجاله على نفس الخطاب وتخاطب النساء على نفس الخطاب، ولا الموضوع ما ينفعش يحصل بالشكل ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معكم الطالب احمد. أولا فن الإغواء والكلام ده بيجيب مطلوب، بس يعني ده في مفهوم غربي. ليه بقى؟ إن هم هناك عندهم علاقات كتير وعايزين يعملوا علاقات كتير. في بنات مش عايزة تعمل علاقة طويلة المدى، فاللي مش عايزة تعمل علاقة طويلة المدى هتبص للحتة دي عادي، وهتكون وهتركز في الأمور دي. تمام؟ زي برضو الراجل اللي مش عايز يعمل علاقة طويلة المدى مش هيبص للاحترام، مش هيبص للفكر بتاع البنت، مش هيبص لمثلا عيلتها، هيبص لحاجات تانية خالص. احنا عشان هو هيبص فين بالظبط.